من أحر الشيبسات في العالم. أذاني يا شباب، على ترفرف أذاني من جوا. أوف شو هذا اللون، تحس كأنه عفن. عمرك سألت حالك شو هن أغرب شيبسات في العالم؟ اليوم من خلال الفيديو جايب لك 4 منتجات من أغرب شيبس في العالم في الكرة الأرضية. لا تنسى اللايك والاشتراك إذا كنت جديد. خلنا نروح على المنتجات، نشوف المنتجات ونتذوق المنتجات ونقيم المنتجات. المنتج الأول منتج من شيبس الموز الأخضر. المنتج الثاني منتج شيبسي الذرة الزرقاء. المنتج الثالث شيبس العدس. المنتج الأخير من أحر الشيبسات في العالم، مستوى الحرارة 700,000. أول منتج معانا وهو أغرب منتج لليوم. أنت متخيل؟ لما تشوفه من برا راح تقول عنه شيبس واو، منظره حلو، الغلاف جميل بشد، لكن يا عزيزي المشاهد هذا ليس شيبس طبيعي، إنه شيبس من الموز الأخضر. موز أخضر مقطعينه قالينه حاطين عليه بهارات سبايسي، صار شيبس. فهل شيبس لذيذ؟ خلنا نشوف ونقيم. اوه والله فعلا في ريحة موز أخضر، ما في ريحة شيبس بالمرة. بسم الله. فعلا اوه شوف الحبة، شكل الموز، الملمس كثير سميك. خلنا نشوف الطعم. بسم الله. مقرمش حار، طعمة البهارات لذيذة اللي عليه. واو، ما توقعت هيك الطعم الصراحة. فيه طعمة موز، لما تشوف الموز الأخضر تاكله انت وصغير كنت تاكل الموز الأخضر، فيه طعم القشر الموز. فالصراحة البهارات اللي حاطينها سبايسي خفيفة، واو طعمته الصراحة لذيذ طيب. بقيمه كسناك 8/10. وأول منتج معانا من الموز الأخضر صانعين شيبس، صراحة منتج غريب لذيذ وبجربه. نعم 8/10. المنتج الثاني كمان من أغرب الشيبسات، مصنوع من الذرة الزرقاء. احنا بنعرف في ذرة صفراء، لكن ذرة زرقاء شو هاي؟ خلنا نشوف. اوه الريحة كمان ما فيش ريحة شيبس ولا ريحة شيء طيبة، الصراحة ريحة سيئة. خلنا نشوف. بسم الله. اوف شو هذا اللون، تحس كأنه عفن، كأنه شيبس معفن يا شباب. بسم الله. عمى. خلنا نشوف الطعم. الذرة الزرقاء مكتوب عليه جلوتين فراي فيجان، يعني نباتي، منتج بدون جلوتين، يعني هذا المنتج صحي أكثر. صراحة يعني ما فيش طعمه، مش حاطين عليه بهارات، مجرد ملح. بس لون الحب المميز فقط، اللون يعني بنفسجي. مين بيشتري هذا الشيبس بنفسجي؟ صراحة كطعم كمنتج سيء، 2/10. مثل ما قلت لكم هذا منتج صحي، يعني مش للأكل، مش سناك. 2/10 يعني حتى كصحة في منتجات أطيب منه، شيبسيات أطيب منه بكثير. 2/10. المنتج الثالث أنا متحمس له. ليش؟ لأنه من العدس، شيبس من العدس مع كريم الثوم، فلازم يطلع طيب الصراحة. شيبس عدس الشكل مثل ما انتم شايفين، شكل زقزاق. بسم الله. واو طعم الكريم الثوم كثير مميز وحلو خفيف، طعمته حلوة. صراحة المنتج هذا بالعدس كمان يعتبر منتج صحي، سناك صحي، شيبسي صحي. العدس يعني العدس اللي بنصنع منه مجدرة، بنصنع منه كثير شغلات. فالصراحة كطعمه والله لذيذ، ويعتبر سناك صحي مثل ما قلت لك، لأنه مصنوع من العدس، فنسبة البروتين أكيد عالية. العدس فيه بروتينات، فتقييمه كشيبس وسناك
بقيمه 7/10 الصراحة. يعني شي حلو، شي جديد. واستر يا ستار، المنتج الأخير خليته لآخر شي. ليش؟ لأنه منتج رهيب بخوف جنوني، من أحر الشيبسات في العالم. 700 ألف وحدة شباب، انتم متخيلين؟ حاطين عليه تحذير احذر. القياس سون، شوف القياس الحرارة أعلى شيء 700 وحدة. يلي بفهم بالحرارة بيعرف يعني شو 700 ألف وحدة. بسم الله، الله يستر. الشكل الصراحة من جوا جنوني. اخ محمد، اجي بوجهي. بسم الله، شو هذا؟ استر يا ستار يا الله. بسم الله، هي كبيرة. لا لا لا، خلينا نجرب شيء صغير، ما بدي اروح فيها. خلينا نجرب هاي. بسم الله، الله يستر يا رب. ما طيب كشبس، طعمته ما طيبة. يا محمد، اذاني يا شباب، على بترفرف اذاني من جوا. الصراحة كشبس طعمته مش لذيذة، مجرد حار يعني. يا محمد، كل ما احكي عم اشرب هوا عم اقول هيك عم احس بنار. يعني شو الفايدة من هيك منتج؟ انا ما عرفت الصراحة. فيه شوي سعره غالي، مجرد حار، فانت كانسان عادي يعني مش راح تجيب هيك شيء، مش طيب الصراحة. تقييم 0/10، مجرد حار لتحديات اليوتيوب وهيك شيء. فالصراحة لا لا لا، 0/10. آه شباب الصراحة معدتي ذبحتني من الحار، مش قادر. يعني الحار نزل من هون على معدتي. أكثر منتجين عجبوني باليوم يا شباب الفيديو اليوم، وهو المنتج هذا يلي هو منتج شيبس الموز الأخضر، والمنتج الثاني الشيبس العدس. الصراحة فاجاني العدس، أول مرة بذوق هيك شيء، يعتبر سناك صحي، فهذا بحطه بالمرتبة الأولى. هذا المرتبة الثانية كسناك غريب كثير. شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، انتظر مني المفاجآت. السلام عليكم، وهذا رايح للكب.